وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يوم 15 في الشهر الخامس من 2025، بعد طبعا محاكمة الرئيس السابق محمد عبد العزيز. ولاهي نقول هون شيء يخص فينا احنا كأسرة واحدة. لاهي ننصح أولا بعد قاع عليه الكاملين اللي هم الناس اللي ترمي أولاد بالسباع بالنفش وترميهم عنهم ما حركوا ساكن في الحكم وعنهم ما قاموا يبطشوا. لاهي نقول لهم مسألة واحدة، لاهي نقول لهليانا عن الحمد لله على السلامة، ولا نقول معنا الحكم ما أكبر من قدو. قط الرجل قاعد اللي خلدت في الحبس بالطهارة، وقط اللي خلق المدو. هذا الزمن زمن العلماء وزمن الولاد بالسبعة، زمن السيبة ما كان حد يقد يتخطى لها المراحل، ما يقد حد يتخطى له. يقال هذا زمن الدولة، زمن القانون. حتى إلى ما إحنا كامل نسعى في العدالة، نسعى في المساواة، ونسعى في الشيء متعدل. وذيك الناس اللي ترمي ولاد بالسبع عن حاقرينها ديبوسات، وعن حاقرينها كذاش وكذاش، وحاقرينها ولاد خيلان، وحاقرينها أهل بية، وحاقرين هذا ما عنده علاقة بأهل بية، ولا عنده علاقة بولاد بالسبع، ولا بكم ريرين، ولا بحد. هذا رئيس سابق في دولة مقدم المحكمة، ونحن ذايقين في العدالة مهما كان، لأن نحن بحثوا عن العدالة. والكورة ضاركم في مرماكم. انتم قلتوا أنا والعبد العزيز ما باقي إنجاز ما عدلوا، معنانا ما عرفنا بطشوا خسروا إنجازاته. بذاك ملكية للشعب وعزيز شخصية عمومية، غير طالبين ومازلنا لا مطالبين بطراق صراحة، وما حد الملف فيد العدالة. مطالبين بالعدالة ومطالبين العدالة كل وقت. وذاك الملف فيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء اللي هو رئيس الجمهورية، وطالبينه نحن كاملين. العشرة اللي عشرتهم والدم اللي مبينهم، ونحن اللي محبتنا ومنهم الاثنين من جهات الثنتين، من ديبوسات وولاد بالسبع. رانا ماشي الصربة كاملة أن ياكل وخفف الحكم وقال لها 14 سنة و11 شهر، وطالبين العفو في العيد الجاي عيد معين. نبقوا الصفحة تنطوع، ونبقوا الموريتانيا يعرفوا عنا ما لهمش بالدقيقة ولا الحرب، ولا يتقدموش في الدولة بإلهي يخلق شي يهدد السلم الآلي. ونحن ما يصلحنا هو السلم به، اللي هاي ذاك الحزة اللي فيها ما يجي مدة تلاح من بيناتها، ومدة تعود تستوعب كل شيء وتمص الصدمات. ولا تقول ما قد استفدنا في ذاك الزمن ولا ما استفدنا. احنا كاملين استفدنا من اللي نقال بالسلم والعافية إن شاء الله. ونختار القبلية دائما نذكروها لا بشيء إيجابي وشيء متعدل وشيء محترم. ولا وحنا في تخسر دولتنا. ولين يوفى الملفات يوفى كاملين، لا ملف العدالة يعود متكركر إخبار المخدرات، ولا يوفى إلى الزمن بذنهم له. نختار الملف ينطو طالبين من رئيس الجمهورية، طالبين عن ملف محمد والعبد العزيز أنه ينقفل، وأنه ينفع ليه، وأنه يجي العيال ويتسع معه، ونوحله في التعليم، ونوحله في الصحة، ونوحله في مافيا اللي كل ولد صونلك فيها مافيا، السنين فيها مافيا، تزياست فيها مافيا، MCM فيها مافيا، البحر فيه مافيا، التعليم فيه مافيا هنتين، الصحة مازال فيها 6 مافيات. هذا كامل يلا نوحلو فيه، ويلا الدولة هم اللي تقدم فيش. ورانا مباركين للدولة ذاك من التعيينات وعينت، ورانا ما لنا شايفين شيء للدولة. وراني هون له انتم دائما نلفت انتباه بعض من الاخوت عن الدولة ما بيتعيننا بينا عنا نتكلموا عن عبد العزيز، والله بينا عنا نتكلموا عن عمار بازي. نحن كل ما يهدد السلم الأهلي رافضين. عبد العزيز نتكلموا حتى عن من دور العدالة، حتى كنا نطالبوا بإطلاق سراح، وراك مازلنا مطالبين بإطلاق سراح، ولا انتم ولا نطالب بإطلاق سراح. وطالبين بإطلاق سراح الدكتور أحمد صنبا، وطالبين بإطلاق سراح الناس كاملة، وطالبين عن ذوك السجون ذاك اللي فيهم من الظلم
أن يرتفع عندك مخالق الله ويقدموا العدالة وينطرسوا. يا غالي أنت نقول لأخوالي ولأهلي عن ذا الحكم اللي جا، عن المارتي مرك حرامتهم، عن ما هم خسر استشريفهم، ولا هم خسر استعريبهم، ولا هم خسر شيسو شنو غادي يخسر دولتهم اللي بانينها بيديهم بعرقهم وبعقلهم وبحنكتهم. معناها عن ذوك الدجالة وذوك الشياطين هذا ما نازع شيء من قيمتنا، ولا ينتموا لأولاد السبع والسبعيات النافي منهم خير من الأذكار. الله يحفظنا ويحفظكم. والشرفة هذا بسيط قط الشرفة لا صبر ما له.